اخيرا في حد في البلد شغل دماغه وعمل حاجة صح. من حق العميل ان يدعو اي مبلغ هو عايزه. لو حضرتك معاك مليار دولار وعايز تحطه تحت امرك يا فندم. لو معاك مليون دولار تودعهم ما تقوليش جايبهم منين؟ لا يا فندم. يحيى بيه ارجوك وضح لي. باكد لحضرتك يا فندم. يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي. اخيرا عملوا شهادات ادخار بالدولار لمدة 3 سنين، وبيقول لك اللي يحط مبلغ بالدولار ايا كان ايه هو، مليون دولار مليار دولار، مش هيقول لحد مصدر الدولار ده ايه. الخطوة دي انا قلتها من زمان قبل كده، يا ريت الحكومة تعملها. فعلا خطوة كويسة جدا. اي نعم، يعني هتحط بقى للناس بتوع غسيل الاموال وتجارة المخدرات وغيره وغيره، هيحط، بس مش مشكلة. انت في ظرف طارئ وظروف صعبة جدا وعايز تلم دولارات بأي شكل، وده الحل الوحيد اللي يخليك تلم دولارات من السوق، انك ما تسألش الناس انت جايب الدولار ده منين، جايبه بقى سوق سودا، جايبه من اي داهية. المهم انك انت تلم الدولارات دي من السوق، لانه مش وقته خالص تحاسب حد وتحقق معاه وتقول له انت جايبها منين ولا مش جايبها منين. فعلا خطوة كويسة جدا ويا ريت نستمر. يعني اخيرا في ناس شغلت دماغها، يعني الحمد لله والله. يعني برافو على اللي شغل دماغه وعمل وفكر في الفكرة دي. استمروا والله كويس، استمروا.